السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدون مقدمات كتير ولا اشترك بلا اعمل لي لايك بلا أنا ياسر ياسين بلا الكلام ده كله، مش هنقول مقدمات في الفيديو ده خالص، مش عايز مقدمات. أنا كل اللي أنا عايزه منك دلوقتي إنك أنت تركز في الفيديو ده تركيز، يعني مش عايز أقول لك تشوف الكارثة والمصيبة اللي حصلت في الفيديو ده. يعني الفيديو ده فيه كارثة مصيبة، يعني زي ما تقول قول. أنا عايزكم تشوفوا الكارثة ديت وتركزوا فيها جامد. طبعًا هاقول لكم الحكاية، الموضوع اللي حصل بالضبط. طبعًا في يوم كده اتصل بيّا حد كلّمني، قال لي إنه في حد عمل له مطبخ يعني مبوّظ الدنيا، وعايزني إن أنا أروح أعدّل المطبخ ده أو أعمل غيره، مش مشكلة. فطبعًا أنا شكّيت في الموضوع، يعني قُلت ده ممكن يعني عايز ياكل مثلًا الصنايعي، يعني يعني مش عايز يدّي له بقية حسابه. الراجل جاب خامات مثلًا واشتغل وليه فلوس، فأنا أكّدت عليه، الراجل ده ليه فلوس؟ قال لي: "والله الراجل واخد حق الخامات كلّها بمصنعيتها بزيادة 300 جنيه أو 150 جنيه." مش فاكر ساعتها كام. فأنا طبعًا يعني قُلت ما فيش مشكلة، هاروح أشوف الدنيا. فطبعًا رُحت، آآ رفعت يعني رُحت شُفت الدنيا وكده، فأكّدت عليه تاني، "بالله عليك الراجل ده ليه فلوس؟" قال لي: "والله العظيم الراجل واخد حسابه بزيادة." فخدت مقاساتي وكُلّه تمام لإن هو طبعًا المطبخ اللي راكب، يعني هتشوفوه دلوقتي وهتحكموا أنتم بنفسكم وهتقولوا أنتم اللي هتقولوا أنتم اللي هتحكموا في الموضوع ده. فطبعًا أنا أكدت عليه في الأول بحيث إن أنا ما أضرش زميلي الصنايعي اللي أنا طبعًا ما أعرفوش ولا هو يعرفني ولا شُفته ولا هو اللي شافني، بس برضه راجل يعني طالع ياكل عيش. يعني طالع يجيب 100 جنيه مش طالع يغرم 1000 جنيه مثلًا والّا مبلغ وقدره. طبعًا قرار الأبيض شاهي غالية الأسود جالاكسي برضه غالي، ده غير شغله، شغل العامل اللي معاه والإسطوانات والحاجات ديّة. فاتأكدت إن هو الراجل خد فلوسه فعلًا. آآ وبدأت إن أنا بقى إيه، أشتغل. طيب تعالَ الأول كده نشوف المطبخ على أصله. نشوف بقى الإيه، المطبخ اللي هو عمله، أو المصيبة اللي هو عملها. طبعًا الكارثة اللي أنتم شايفينها ديّة اللي إحنا شغالين فيها أنا ومحمود ديّة طبعًا بعد تعديل. إحنا هنشوف دلوقتي المطبخ آآ رُحنا شُفناه إزاي أو لقيناه إزاي وعملنا فيه إيه. طبعًا يعني مش عارف أقول لكم إيه، بس عايز كل اللي أنا باقوله لكم دلوقتي إن أنا عايزكم تشوفوا الفيديو ده للآخر. أهم حاجة كنت بقى صنايعي محترف، صنايعي مستجد، عميل عايز تعمل مطبخ، بتسمعنا حُب استطلاع، شوف المطبخ. طبعًا ده بقى المطبخ اللي أنا رُحت وشُفته. ده المطبخ اللي لمّا أنا رُحت لقيته هو كده فعلًا، يعني زي ما أنتم شايفين المطبخ معمول من فوق بقرارة شاهي. وطبعًا زي ما إحنا عارفين إن القرارة شاهي دي أصلًا ضعيفة ومفتّحة وحذّرنا منها بدل المَرّة مليون ألف مرّة. شايفين العروق اللي هي شايفين الوسخ ده، ده كان دمارات في الرخام وماليه كُلّة وسايبه. يعني املاه كُلّة وصنفره ونضّفه حتى ما يبانش، يا أخي الزبون ما يشوفوش، لأ، سايب الكُلّة زي ما هي. طيب وبعدين هي قرارة شاهي، أبيض شاهي ضعيفة جدًا، وكل الصنايعية اللي بيتفرّجوا علينا عارفين إن هي ضعيفة. طيب شايفين من تحت عامل إزاي، المنظر عامل إزاي؟ ما علينا من تحت. ده طبعًا فيديو يعني على السريع كده، لكن هاورّيكم كل حاجة دلوقتي بالتفصيل. هتشوفوا كوارث فعلًا، وإحنا بنشيل في المطبخ هتشوفوا كوارث. طبعًا هو ما قفلش على العلبة ديّة تقريبًا عشان عشان العداد أو ما كمّلش، الله أعلم. زي ما أنتم شايفين القوايم جاية ملحّمة فيها،
يعني عامل وصلات تحت ووصلات فوق زي ما انتم شايفين اهوت، اللحامات باينه اهوت. مع ان الحاجات دي المفروض قلنا قبل كده برضو ليها مقاسات ستاندر، وقايلين المقاسات ديت قبل كده. هو جاب المقاسات تقريبا 50 وراح مزود لها ال10 من فوق و10 من تحت وبدأ ان هو يلحم زي ما انتم شايفين. بس يا ريته كان التلحيم يعني نظيف، يعني لو اللحام نظيف ما كانش هيزعل. زي ما انتم شايفين هناك اهوت في كابول حديد في القايم من فوق من تحت كده. وقف الصورة وتقدر توقف الفيديو، هتشوف حاطط كوابيل حديد. احنا بنعمل كوابيل من رخام، وهنا اللحام ده سنتي ونص مفتوح عن التانية و... و... ومليه كله. والحبسة مش مخشن تحتيها. الحبسة ديت واحنا بنفك البتاع ديت فكت معانا بسهل جدا، وما اتكسرش منها سنتي، يعني طلعت سليمة زي ما هي. زي ما انتم شايفين يعني مش هنتكلم كتير في اللي تحت، عادي اللي تحت ده مقبول. لكن في الكارثة اللي فوق ديت الخطر كله في اللي فوق، اللي هو قرار الشاهي، وضعيفة جدا ومفتحة وفيها دمارات. ما علينا. الكابول الحديد اللي هو حاطه ما علينا. ركزوا بقى في الكوارث اللي هي تيجي جايه في السكة. الكوارث اللي هي لسه جايه في السكة. تمام. هعرض عليكم دلوقتي كده بعض الصور برضو من نفس المطبخ عشان نوضح الحاجات. زي ما انتم شايفين اهوت ده دمار جاي في الشريحة و... ومعمول كله ووسخ زي ما هو. تمام. طبعا احنا هنا بدأنا نشيل في القرص اللي فوق والحاجات ديت. ده كان شكل المطبخ. انا عايزكم تشوفوا الكابول الحديد. احنا بنعمل كابول الرخام، يعني بيكون شكله شيك ومتناسق مع الرخام وحاجة حلوة. وبعدين مش انا اللي بعمل دلوقتي الدنيا كلها بتعمل مطابخ زي الفل. انا مش فاهم ازاي يعني عمل المطبخ ده، يعني مش فاهم. وغير كده بقولك قعد فيه اسبوع على كده، قعد فيه اسبوع سليم شغال فيه. تمام. زي ما انتم شايفين القرص اللي تحت على ارتفاع متر، اللي فوق بعد المتر شاب 60 وواخد القرص اللي فوق، يعني مطبخ كله عالي في عالي. زي ما انتم شايفين اهوت اللحمات اهيت زي ما انتم شايفين اهوت. والله كان في حاجات اخطر من كده، بس صورته فيديو. للاسف الفيديو طلع يعني في خطأ في التصوير، فكان يعني الفيديو ما اشتغلش. جاب صورة ثابتة. زي ما انتم شايفين اهوت لحمات فوق ولحمات تحت ودمرات تعالوا بقى شوفوا الكارثة ديت. الكارثة دي بعد ما شلنا المطبخ لقينا الكارثة الحقيقية ديت. زي ما انتم شايفين دي كانت جلسة. دي كانت هي المفروض ان هي دي الجلسة اللي احنا بنعملها تحت المطبخ. هو مثبتها بجبس اقسم بالله. يعني انا مش عارف اضحك ولا اعيط ولا اصوت ولا اعمل ايه يعني والله. هو عامل الجلسة ومثبتها اقسم بالله بجبس زي ما انتم شايفين كده. زي اللي انتوا شايفينه ده حقيقة اقسم بالله. كان مثبت القوائم دي بجبس كده وحاطط عليها الغطا رخام من فوق. وطبعا محدش شايف الجبس اللي جوه. طبعا مع الاستخدام على طول، مع اول شوية مية هيجوا عليه كان المطبخ كله هيقع. اقسم بالله كان المطبخ هيقع. طيب، غير كده المطبخ اصلا كان راكب بجبس، والجبس ده يا جدعان خطر 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 قنبلة. يعني الجبس ده مشكلة كبيرة، فما بالك بقى بمطبخ متعلق ومعمول برخام ضعيف. يعني كده معرض الناس اللي هم هيشتغلوا في المطبخ. ست البيت اللي هتشتغل في المطبخ ديت، يعني هو كده بيقتلها فعليا يعني. لما المطبخ يكون راكب بجبس زي ما انتم شايفين كده، يا لهوي يعني. زي ما انتم شايفين كده لما يكون راكب بالجبس بالشكل ده، ومطبخ كله ميه واستخدامه كله ميه، ومعمول برخام ضعيف زي القرارة الشاهي الابيض شاهي. تخيلوا ايه اللي كان يحصل. طيب تعالوا شوفوا بقى هنا القوايم اللي هي القوايم اللي تحت ديت. حافر ولازق جزء 2 سم كده، وبعد كده لازق في القايم بكلها. طب لازم تقول ال 2 سم؟ طب ما تركب القايم كله في الحيطه يا اخي. يا اخي ركب القايم كله في الحيطه. مش عارف انا ازاي. اهو شايفين القطعه السوداء ديت؟ اقسم بالله دي كان لازق فيها القايم، يعني مدخل ديت 2 سم الجلاكسي ديت في الحفر ولازق فيها قايم كرارة.
أقسم بالله العظيم كان لازق فيها قايم بقرارة. طب ما تركّب القايم مباشر على طول، يعني لازمتها إيه يعني؟ أنت كده حفرت، ركّب بقى، ركّب القايم في الحيطة. أيوه، أقسم بالله كان راكب فيها قايم. زي ما أنتم شايفين طبعًا آآ كسّرنا ده كُلّه، شِلنا الرخام ده كُلّه، طبعًا غصب أهو شايفين برضه فوق نفس الكلام، لازق 2 سنتي وحاطط فيها القايم، لازق على ال2 سنتي القايم. ما كانش له لزام بقى تحفر، ما كانش له لزوم تحفر، كنت تخربش السيراميك وتلزق القايم مثلًا. شايفين هنا كان في هنا رفوف، مش حافر لها في الحيطة ولا عامل لها سنادات، والله العظيم أهو زي ما أنتم شايفين مخربش في الحيطة وكان حاطط لهم كُلّه، يعني ولا حافر ولا عامل سنادات. المطبخ ده كان اللي هيشتغل فيه كان هيموت أقسم بالله، يعني حرام، حرام، حرام. أنا الفيديو ده ما كنتش عايز أعمله، يعني كل ما أفتحه عشان أشتغل فيه أعمل له مونتاج وأسجّل له الصوت، نِفْسي تقف، أروح قافله وراكنه. الفيديو ده متصوّر ومركون معايا من زمان. زي ما أنتم شايفين أهوّة، فكّينا الشغل كُلّه، وطّينا الشغل فوق وتحت، طبعًا عملنا اللي تحت على 90 واللي فوق بقى خدناها 60 وسِبنا 60 وعملنا الشغل. المطبخ اللي هتشوفوه دلوقتي أتمنى إنه هو يعجبكم، وطبعًا أنا آسف جدًا لو نكّدت عليكم في الفيديو ده يعني والله أنا والله كل اللي أقصده إن أنا أقدّم لكم حاجة تستفيدوا منها، وإن إحنا نخلّي بالنا من الحاجات اللي زي ديّة، الأخطاء اللي إحنا شُفناها دي نخلّي بالنا منها عشان ما حدّش يُقع فيها ولا حد يتضر، ولا الزبون يتضر ولا الصنايعي يتضر. أنا مش باتنصّح عليكم ولا عايز أعمل نَفْسي معلِّم عليكم ولا إن أنا الواد الفهلاوي، لكن والله وربنا يعلم إن أنا عايز أقدّم النصيحة لوجه الله تعالى، بس مش أكتر. والمطبخ ده والله وربنا يشهد مش فاكر عملناه في 3 أيام والّا في 4 أيام، و كُنّا عاملين معاه برضه حوضين وِش، يعني خلّعنا المطبخ القديم وركّبنا المطبخ الجديد وعملنا حوضين وِش، يعني برضه لو أنتم شُفتوهم على الفيسبوك عندي، يعني أهوّة عملنا اللي ربنا قدّرنا عليه وقدرنا إن إحنا نراضي العميل، وطبعًا العميل ده شخص يعني مش عايز أقول لكم قمة الأخلاق وقمة التواضع وقمة الكرم وكل حاجة فيه. ويعني مش عايز أقول لكم يعني الراجل ده صفاته عاملة إزاي والله. طبعًا جزاه الله خير وهو يعني نيته صافية وقلبه أبيض عشان كده يعني المطبخ بتاعه طلع بالشكل ده، وربنا يعوّض عليه في اللي هو خسره من الخامات اللي هي اتكسرت والحاجات ديّة، ربنا يعوّض عليه. والله يعني أنا مش عايز يعني مش عايز أقول لكم يعني الخطر اللي هو كان هيتعرّض له لو المطبخ ده اللي هو القرار ده فضل زي ما هو. طبعًا إحنا عملناه هنا بالحلايب والأسود جالاكسي، وطبعًا الفيديو ده اتنشر منشور على القناة، موجود على القناة وموجود على الفيسبوك، تقدروا تشوفوه وتشوفوا الفيديو وهو بيركب وتشوفوا بعض التفاصيل الحلوة. في نهاية الفيديو باشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.